شباب سنة تانية ثانوي حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. ده أسئلة الدرس الرابع، وهذه الأسئلة يا صديقي يبقى أنا كده خلصت معاك نص منهج التاريخ، وما تفضلش عندنا غير 4 دروس، وانت في ناس وانت بتسمع من ناس ان هم لسه ما بدأوش مذاكرة، فأرجوك تكون بتذاكر بما يرضي الله يا ابني. يلا حبيبي. استفاد عماد الدين زنكي من الاخطاء اللي وقع فيها المسلمين لما واجهوا الحمله الصليبيه الاولى، لان يا جماعه المسلمين زي ما انتم عارفين كانوا مفككين، تمام؟ وظهر ذلك من خلال اللي مفكك لازم عماد الدين زنكي يصلحه. عماد الدين زنكي قال جمله حلوه قوي عشان يكون جبهه اسلاميه، قال لك الوحده هي السبيل لطرد الصليبيين. احنا مفككين، الدوله العباسيه قاعده في بغداد، والدوله الفاطميه قاعده في القاهره، وحمدانيه وسلجوقيه وخوارزميين، والدنيا بزراميطه، فكان لازم يا جماعه ان يبقى في دوله موحده. كان أثر زوال الحكم الفاطمي عن مصر بالنسبة للخلافة العباسية يا فرحة، لأن الفاطميين يا جماعة شيعة منافسين للخلافة العباسية، عكس يا جماعة لما الدولة الطولونية تم عزلها. في الآخر الطولونيين كانوا تابعين لمين؟ كانوا تابعين للدولة العباسية. نستنتج من خلال تحليل معطيات الخريطة المقابلة. بص يا جماعة، اللي بالأصفر ده الإمارات الصليبية، واللي باللون البامبا ده الدولة الأيوبية في بداية تكوينها. هل الأيوبيين افتقدوا للاتصال الأرضي؟ لا، كانوا بيتصلوا أرضيا. صعوبة الاتصال البحري بين الإمارات الصليبية؟ لا، كانوا بيتصلوا بحريا عن طريق البحر المتوسط. ولكن قامت الدولة الأيوبية كحائط صد عن الخلافة العباسية. يعني الأيوبيين يا جماعة هم اللي كانوا بيصدوا عن الخليفة العباسي. بيصدوا مين؟ بيصدوا حروب الدولة الصليبية أو حروب الدول الأوروبية ضده. يستدل من تكوين أول إمارتين صليبيتين في الشرق على عدة أسباب. أول إمارتين هي إمارة الرها وأنطاكيا. يستدل بقى من تكوين أول إمارتين صليبيتين في الشرق الإسلامي على عدة أسباب لمجيء الحملات الصليبية، يخرج عنها السبب الديني، عشان احنا خدنا بيت المقدس عشان السبب الديني. يعد المحرك الأساسي لغالبية الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي هو الرغبة في إيه؟ الحاجة الأساسية ان هم يريجوا من الاخر كده يا جماعه، هو استغلال ثروات وموارد بلاد الشرق. انا قلت لك الظاهر ان هم جايين يحرروا الاماكن المقدسه المسيحيه من قبضه المسلمين، اللي جوه جايين يسرقوا خير العالم الاسلامي. يرجع عدم مواجهة الخلافة العباسية للخطر الصليبي. ليه يا جماعة العباسيين ما كانوش قادرين يواجهوا الخطر الصليبي؟ علشان يا جماعة هم كانوا نفوذهم السياسي والعسكري ضعيف، لم يكن هناك خليفة قوي ولا عنده جيش موحد يقدر يواجه الصليبيين، فعشان كده الصليبيين ما حدش قدر يواجههم من الدولة العباسية. أكبر تهديد على الخلافة الفاطمية من جانب الصليبيين كان في تأسيس إمارة طرابلس يا جماعة، لأن طرابلس دي أقرب إمارة، أهي إمارة طرابلس دي هي أقرب إمارة للخلافة الفاطمية في مصر. يعني أهي طرابلس ممكن يخشوا على طول عن طريق سينا، يخشوا عن طريق ايه؟ عن طريق سينا يخشوا لمصر على طول على الخلافه الفاطميه، لان الرها في شمال العراق، انطاكيا شمال الشام، بيت المقدس، وبعد كده طرابلس هي اقرب حاجه لمصر. بعد كده توضح معطيات الخريطة المقابلة نتائج الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي. هل كل المدن بتاعة الشام خضعت للصليبيين؟ لا، لسه في مدن لم تخضع للصليبيين. استولى الصليبيين على عاصمة الخلافة الفاطمية اللي هي القاهرة؟ لا، الصليبيين ما دخلوش الخلافة الفاطمية. استولوا الصليبيين على سواحل الشام؟ تمام، هي دي الإجابة. هل تعددت الممالك الصليبية؟ لا، كانت عندي مملكة واحدة اللي هي مملكة بيت المقدس، لكن هم أخدوا كل المنطقة بتاعة البحر المتوسط دي. تحول موقف المسلمين من الدفاع إلى الهجوم بمجرد ما ظهرت يا جماعة الدولة الزنكية. عماد الدين زنكي راح استرد من الصليبيين إمارة الرها. فشل الصليبيين في تكوين دولة موحدة لهم في الشرق الإسلامي. صح، ليه يا جماعة الصليبيين ما قدروش يعملوا دولة موحدة؟ لأن المسلمين كانوا يقاوموهم طول الوقت، فمقاومة المسلمين المستمرة للصليبيين خلت الصليبيين مش قادرين يقفوا على حيلهم ويعملوا دولة صليبية موحدة، بالعكس كانت عبارة عن إمارات ومملكة. قيل لقاتله انت قتلت المسلمين كلهم بقتلي. طبعا العبارة دي مقتل لخسارة كبيرة على المسلمين على ايد الراجل عماد الدين زنكي، الراجل القوي اللي استطاع استرداد إمارة الرها، لكن للأسف اتقتل على ايد واحد من المملوكيين والعبيد بتوعه، وكان زمانه يا جماعة دلوقتي كمل بقية استرداد بقية الإمارات، لكن هو ما استردش غير إمارة الرها بس. استعاد الخليفة العباسي بسط سيطرته الدينية على مصر بعد يا جماعة ما سقطت الخلافة الفاطمية وانتهت الخلافة الشيعية. رجع الخليفة العباسي تاني على ايد صلاح الدين الأيوبي مصر تبقى سنة.
كان من الصعب على الصليبيين التوسع في الاتجاه الشرقي بعد ما استرد المسلمين لأول إمارة صليبية. يعني ما كانش ينفع على الصليبيين إن هم يروحوا ناحية العراق يا جماعة، لأن يا إخوانا تمام عماد الدين زنكي كان مستقر هناك، فتمركز القوات الزنكية في بلاد الشام. القوات الزنكية قاعدين في بلاد الشام، فمش مخلين الصليبيين يروحوا يتوسعوا تاني يرجعوا ياخدوا الرهن. طيب دارت عشان بس ما انت عارف تمركز القوات الزنكية برضو يقصد بيها مين؟ نور الدين محمود كان راجل أمير دمشق، مش مخليهم يروحوا ياخدوا تاني إمارة الرهن. دارت على أرض مصر عدة معارك بين قوات الصليبيين وقوات نور الدين محمود، وانتقل هذا الصراع بين الفريقين إلى مصر طبعا من بلاد الشام. يعني بعد ما كان نور الدين محمود هيضرب الملك عموري ملك بيت المقدس، بقى نور الدين محمود جيوشه أسد الدين شريكو وصلاح الدين الأيوبي بيضربوا الملك عموري ملك بيت المقدس، بس بيضربوه في مصر بسبب الصراع بين شاور ودرغام. تطلع نور الدين محمود إلى ضم مصر مستغلا الصراع بين شاور ودرغام فعلا. وهو يا جماعة كان بيعمل كده ليه؟ هو عايز ياخد مصر. هل عايز يتولى زعامة الإسلام دينيا؟ غلط. عايز يحمي الحرمين اللي هي السعودية؟ لا، مش ده كان في دماغه. عايز يرجع هيبة الخلافة العباسية؟ لا، هو عايز يا جماعة يكون جبهة ضد الصليبيين بأن هو ياخد مصر، يستفيد من إمكانيات مصر المادية والبشرية. نجح نور الدين محمود في الاستيلاء على مصر مستفيدا من سوء أحوالها السياسية، ويقصد به هنا الصراع بين شاور ودرغام. يتضح من خلال الاستعانة بالخريطة المقابلة أن الشرارة الأولى للمقاومة الإسلامية ضد الوجود الصليبي في مصر، الشرارة الأولى ضد الوجود الصليبي كانت من عماد الدين زنكي. الراجل ده كان فين يا أخوانا؟ كان شمال غرب العراق، اللي هو عماد الدين زنكي. تمام، الراجل ده كان امير مدينه الموصل في بلاد العراق. يبقى ده الشراره الاولى اللي انطلق منها حرب الصليبيين، حرب ضد الصليبيين. تعد سياسه صلاح الدين الايوبي في كفاحه ضد الصليبيين امتدادا لسياسه نور الدين محمود، وظهر ذلك من خلال قيامه بايه؟ بالسعي لتوحيد العالم الاسلامي. عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الايوبي يا جماعه بيدوروا على ايه عشان يطردوا الصليبيين وكفاحهم ضد الصليبيين؟ بيدوروا على ان العالم الاسلامي يبقوا دوله موحده. طول ما انت مفكك، طول ما انت بتتهزم. انتهت ثنائيه الخلافه، ما بقاش في خلافه فاطميه وخلافه عباسيه، بقت في خلافه واحده بس على ايد صلاح الدين الايوبي لما اسقط الخلافه الفاطميه خالص ورجع مصر تبقى تبع الخلافه العباسيه، وراح مؤسس دوله باسمه في مصر اسمها الدوله الايوبيه. تشابهت فلسفة صلاح الدين الأيوبي مع عماد الدين زنكي قبل مواجهة الصليبيين. تشابهت فلسفة صلاح الدين الأيوبي مع عماد الدين زنكي برضو في نفس الكلام. هما الاثنين شبه بعض في ايه؟ السعي لتوحيد الجبهة الإسلامية. ارجع واسمع الدرس تاني على المنصة. السعي لتوحيد الجبهة الإسلامية، لازم نبقى احنا الاثنين ايد واحدة. جنت على نفسها براكش، يعني جابته لنفسها، من الآخر ده مثل دارج بيتقال، جابته لنفسها. جنت على نفسها براكش. جنت على نفسها براش. مين اللي جابه لنفسه؟ الحركات القرعه اللي عملها امير حصن الكرك اللي هو ارناط يا جماعه ضد مقدسات الاسلاميه لما حاول يستولى على مكه والمدينه، جابه لنفسه على طول. استغل صلاح الدين الايوبي الحركات القرعه اللي هو عملها دي اما هجم على قافل الحجاج وقال لك بس انا اطلع بقى ايه اعمل معركه حطين، جابه لنفسه. اتخذ صلاح الدين الايوبي اجراءات حاسمه ضد الصليبيين في الشام رغم توقيعه للهدنه معاهم بسبب. طيب ليه صلاح الدين الايوبي عمل شويه اجراءات؟ عشان ارناط عمل حاجات مش كويس. يبقى حماقات احد امراء الصليبيين. مين حماقات احد الامراء الصليبيين؟ اللي هو ارناط يا جماعه، لما هجم على قوافل الحجاج المسلمين وحاول الاستيلاء على بيت على مكه والمدينه، ورفض يرجع الفلوس المسلمين، ورفض ان هو يطلق سراح الاسرى. فحماقات ارناط او رينو دي شاتيو خلت صلاح الدين الايوبي ياخد اجراء حاسم، اللي هو خلاص انا هروح اعمل بقى معركه حطين ضد الصليبيين في الشام، رغم ان هو عامل هدنه، بس عشان ارناط اخترق الهدنه دي. منع المسلمين مشركي مكه من الوصول الى بير بدر مما ساهم في تحقيق الانتصار. طبق المسلمون هذه الاستراتيجيه في معركه حطين لما منعوا الصليبيين من ان هم يوصلوا لبحيره طبريه فالصليبيين يموتوا عطشانين من الاخر. تأكدت قدرات صلاح الدين الأيوبي العسكرية في معركة حطين من خلال اختياره موقع معسكر المسلمين. قال لهم أنا أختار الموقع جنب بحيرة طبرية عشان جيش المسلمين يشرب وجيش الصليبيين يعطش. بالرغم من كفاح كل من نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين، إلا أن صلاح الدين الأيوبي تميز بإيه؟
صلاح الدين الايوبي تميز بان هو قضى على احد مناطق تمركز الصليبيين في الشام، اللي هو اخذ منهم بيت المقدس. هما الاثنين سعوا لتحقيق الوحده، هما الاثنين حاولوا يواجهوا الخطر الصليبي، هما الاثنين ما كانوش بيحبوا الدوله الفاطميه، ولكن صلاح الدين الايوبي قضى على مناطق تمركز الصليبيين في الشام اللي هو بيت المقدس، اخذ منهم مملكه بيت المقدس. طيب، يتضح من خلال تحليل معطيات الخريطة المقابلة أن جهود الدولة الزنكية وصلاح الدين الأيوبي أسفرت عن حصار الصليبيين من جميع الجهات، باستثناء طبعا ما عدا جهة الغرب يا جماعة بتاعة البحر المتوسط. المسلمين ما راحوش يحاصروا الصليبيين من ناحية البحر، يعني تلاقي البحر هنا مش بتاع حد. العامل المشترك بين رحيل الروم عن مصر على ايد عمرو بن العاص ورحيل الملك ريتشارد قلب الأسد عن الشام ان هما الاثنين رحلوا نتيجة توقيع الصلح. المسلمين عملوا صلح مع الروم ايام عمرو بن العاص اسمه صلح اسكندريه. صلاح الدين الايوبي مشى ريتشارد قلب الاسد عن طريق صلح الرمله، يبقى الاثنين عملوا صلح، ده عمل صلح اسكندريه وده عمل صلح الرمل. تشابهت الاستراتيجيه التي استخدمها المصريين في الحمله الصليبيه الخامسه مع استراتيجيه المسلمين بمعركه حطين. ان هم يا جماعه المصريين في الحمله الصليبيه الخامسه فتحوا السدود والترع والقنوات وغرقوا الصليبيين وعزلوهم عن قاعدتهم العسكريه في دمياط، وده اللي حصل يا جماعه في معركه حطين، ان هم استفادوا من وجود بحيره طبريه فمنعوا الصليبيين من ان هم يوصلوا للبحيره. يبقى الاستفاده من الطبيعه الجغرافيه للمكان، انا اقدر اشغل مخي في الحرب ان انا استفيد من المكان اللي انا فيه. رفض الصليبيون عرض الملك الكامل بالتنازل عن بيت المقدس مقابل الانسحاب من دمياط. طيب، رفض الصليبيين عرض الملك الكامل بالتنازل عن بيت المقدس مقابل الانسحاب من دمياط. ليه يا جماعة؟ عشان هم مش واثقين في الكامل؟ لا، مش عشان كده. رغبتهم في الانتقام لهزيمة حطين برضو مش كده. موقع دمياط الاستراتيجي هم مفكرين ان مصر سهل يستولى عليه، خلاص بقى هم مفكرين ان مصر سهل ان هم يستولوا عليه، عشان كده قالوا له ايه؟ لا احنا مش عايزين بيت المقدس، احنا عايزين مصر. هم مفكرين ان هم سهل ياخدوا على مصر، لولا المصريين فتحوا عليهم الترع والجسور والقنوات. ضعف الحاكم وتفضيل مصلحته الشخصية يؤدي لضياع الحقوق وفقدان هيبة الدولة. مين من الحكام الأيوبيين ينطلق عليه المقولة دي؟ طبعا الملك الكامل للأسف كان بيفضل نفسه أكتر من الدولة نفسها. أي من الشخصيات التالية خالف القيمة؟ الوطن أمانة في عنقك فاحرص على المحافظة عليه والدفاع عنه. برضو الملك الكامل لما تساهل وسلم البيت المقدس بسهولة كده للصليبيين. طيب، ده صلاح الدين الايوبي. والله اني لا استحي من الله، يعني مكسوف من ربنا ان انا اضحك والمسجد الاقصى ما زال محتل. هذا المضمون النص لصاحب الشخصيه اللي في الصوره اللي هو صلاح الدين الايوبي. سياسه صلاح الدين الايوبي جاءت مخالفه لسياسه الملك الكامل. ليه يا جماعه؟ لان الكامل سلم بيت المقدس بكل سهوله للصليبيين، ففعلا استجاب لمطالب الامبراطور فريدريك الثاني وسلموا بيت الايه؟ وسلموا بيت المقدس. هل سمح للمسيحيين بالحج؟ مش دي الإجابة. سمح باستمرار بقاء المسجد الأقصى في يد الصليبيين؟ مش دي الإجابة. لكنه استجاب لمطالب الإمبراطور فريدريك الثاني لما قال له يرضيك أرجع والبابا يزعل مني إن أنا جاي مخصوص على الفاضي؟ لا، أنت ممكن تديني بيت المقدس. قال له اتفضل بيت المقدس وفوقها بوسة كمان يا عم، بس سيب المسلمين يروحوا مسجد الأقصى. أي من الحملات الصليبية الآتية أثارت جدلا واسعا عند المسلمين؟ طبعا الحملة الصليبية الثابتة، لان هي يا جماعه نجحت وللاسف يعني الصليبيين رجعوا اخذوا بيت المقدس تاني على ايد فريدريك الثاني. قام المسلمون باسترداد بيت المقدس للمره الثانيه بامر من الصالح نجم الدين ايوب، ده راجل كويس. مع الخوارزميين قدروا هما الاثنين ان هما ياخدوا بيت المقدس تاني. ظهر الدور الفعال لشجرة الدر أثناء الحملة الصليبية السابعة من خلال إنها خبت خبر وفاة جوزها عشان تحافظ على الروح المعنوية للجنود يا جماعة، ما رضتش تقول لهم أي حاجة عشان تفضل الجنود أقوياء. كان استرداد المسلمين لبيت المقدس سببا مباشرا في قدوم الحملة الصليبية الثالثة والسابعة. الثالثة ريتشارد قلب الأسد معاه فريدريك بربروسا معاه فيليب أغسطس جم عشان ياخدوا بيت المقدس من صلاح الدين الأيوبي. السابعة جه الملك لويس عشان ياخد بيت المقدس بعد ما الصالح نجم الدين أيوب أخده. تشابهت الحملة الصليبية الخامسة مع الحملة الصليبية السابعة في خط سير الحملة في البحر المتوسط. يا جماعة إن هما الاثنين الحملتين دول وصلوا لغاية دمياط.
أحوال السلطة السياسية للدولة المستهدفة، هزيمة القادة، غلط. التنسيق مع الصليبيين في بلاد الشام، لا هما الاثنين وصلوا لدمياط. ظهر دور واضح للمرأة السياسي والحربي في مواجهة الصليبيين في الحملة الصليبية السبعة. يقصد بها ايه يا جماعة؟ شجرة الدر. يرجع استمرار مجيء الحملات الصليبية على العالم الإسلامي في شكل موجات متتالية، هو انقسام العالم الإسلامي، الرغبة في استكمال أهدافها، القوة العسكرية للصليبيين، التوسع أكثر على حساب المسلمين. هو يا جماعة الرغبة في استكمال أهدافها إنها تكمل الهدف وتفضل تقضي على العالم الإسلامي. أي من الشخصيات التاريخية التالية كانت نهايته تدل على الافتقاد إلى الأعوان المخلصين. للأسف توران شاه اتجمعوا عليه وقتلوه وانتهت الدولة الأيوبية. يدل موقف شجرة الدر خلال أحداث الحملة الصليبية السابعة على إن الست دي يا جماعة قادرة على تحمل المسؤولية السياسية، إنها أخفت خبر وفاة جوزها وقالت لابن جوزها توران شاه تعالى أقف ضد الصليبيين ضد لويس التاسع، وحصلت معركة فارسكور في المنصورة. مثلت جزيرة قبرص دعم للصليبيين في هجومهم على مصر أثناء الحملتين. جزيرة قبرص يا جماعة هتبقى الحملتين الخمسة والسبعة، لأن الخمسة والسبعة كانوا جايين على إيه؟ على مصر يا جماعة، جايين على دمياط، فأقرب حاجة جزيرة قبرص يجوا منها على مصر على طول. كانت لا تزال بعض المناطق في قبضة الصليبيين أثناء معركة عين جالوت بتاعة سيف الدين قطز. هتبقى يا جماعة أنطاكيا وطرابلس. أنطاكيا وطرابلس هيفضلوا في إيد الصليبيين حتى والمماليك بيحاربوا المغول. استفاد قطز من اتفاقه مع الصليبيين قبل معركة عين جالوت، قال لهم مش عايزكم تعملوا حاجة، انتوا تقفوا على الحياد لا معايا ولا مع المغول، وسيبوني بس اعدي كده من الاراضي بتاعتكم. فعلا يا جماعة هو قدر بطريقته ان هو يأمن خط سير الجيوش الإسلامية عشان يقدر يوصل لمعركة عين جالوت، اللي اصلا منطقة عين جالوت دي كانت في بلاد الشام، هو مش بيحارب في مصر، يعني معركة عين جالوت دي في فلسطين. طلب العز بن عبد السلام جمع الأموال لإعداد الجيش للجهاد ضد المغول من الأمراء والأثرياء قبل ما يجمعهم من الشعب، وده طبعا يؤكد مضمون العبارة على إنه بيقول له جمع من الأغنياء قبل ما تجمع من الناس الغلابة على تحقيق العدالة بين فئات المجتمع. تحول موقف المسلمين من الاضطراب إلى الهجوم في معركة عين جالوت بفضل شجاعة قائد المسلمين قطز، لما رمى الخوذة بتاعته ونادى طلع كده في حتة عالية وقال لهم وإسلاماه 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 يلا فوقوا فوقوا فوقوا. فراح على طول يا جماعة المسلمين رجعوا يوحدوا صفوفهم تاني وينتصروا على المغول في عين جالوت. ظهرت نتائج معركة عين جالوت السياسية من خلال يا جماعة كلمة السياسية هذه الإجابة حكم المماليك لمصر والشام. قدروا إن هم يحكموا مصر والشام، هي دي الحاجة اللي خلتهم يعني الموضوع سياسي. خد بالك هنا في كلمة نتائج سياسية. هنا عندنا معركة حطين ومعركة عين جالوت، دي معارك حربية شهيرة ضد أعداء الدولة الإسلامية. نجد أنهما يتشابهان في إيه؟ عين جالوت كانت في فلسطين، حطين كانت برضو في بلاد الشام، يبقى هما الاثنين احنا واجهنا القوات المعادية خارج مصر. يعني حطين وعين جالوت ما تموش في مصر، احنا بنواجه اعداء الدولة الاسلامية في بره مصر، لكن خط سير لا، دي حاجة ودي حاجة. الاستحواذ على مصادر ومنابع المية دي في معركة حطين بس. استغلال السواحل الشرقية للبحر المتوسط لا ما استغلناهاش، انما الاثنين كانوا بره مصر. أي من سلاطين المماليك التاليين تصدى للخطرين الصليبي والمغولي؟ اللي تصدى للخطر الصليبي والمغولي هو الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس أخذ أنطاكيا وتصدى للمغول لما كانوا عاملين تحالف يا جماعة عليه، هو اللي تصدى للاتنين. آخر معقل صليبي استردوا المسلمين، آخر معقل صليبي استردوا المسلمين هي مدينة عكا. ظهرت سياسة اتباع التتار التحالفات. انتوا عارفين المغول يا جماعة عملوا تحالفين لمواجهة المسلمين خلال عصر السلطان المملوكي. مين ومين؟ الإجابة هتبقى الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون. ليه يا جماعة؟ المغول أيام الظاهر بيبرس اتحالفوا مع السلاجقة، والظاهر بيبرس هزم التحالف ده في معركة اسمها الأبلستين. طب المنصور قلاوون المغول راحوا اتحالفوا مع الملك ليو الثالث، ده ملك صليبي يا جماعة، وهزمهم الملك منصور القلاوون، وهزمهم الملك منصور قلاوون. بعد كده أصبحت بمثابة قاعدة لانطلاق الصليبيين نحو الشرق بعد طردهم من الشام جزر البحر المتوسط اللي هي جزيرة قبرص. كان غرب الدلتا مقصد للهجمات الصليبية على مصر. غرب الدلتا اللي هي بنتكلم على دمياط مقصد للهجمات الصليبية على مصر في عهد الأشرف برسبي. سوري، بنتكلم على اسكندرية، عفوا،
غرب الدلتا الاسكندريه. الاشرف بيرسيبيه يا جماعه لما كان ايه بييجوا عليه على اسكندريه من الصليبيين من قبرص، يبقى مثلت قبرص خطر شديد على سواحل مصر الشماليه خلال عصر المماليك، وقد دفعت الثمن غالي على ايد الاشرف بيرسيبيه لما راح هناك قبرص وضربهم. نجح المماليك في تأمين مصر نهائيا من الخطر الصليبي عندما أخضعوا جزيرة قبرص ليهم يا اخوانا، وتم استرداد أول وآخر الإمارات الصليبية التي تكونت في الشرق. أول الإمارات الرها اتخذت على إيد الزنكيين، وتاني واحدة على إيد المماليك، آخر واحدة اللي هي طرابلس اتخذت على إيد المماليك. يبقى أول وآخر واحدة يبقى هنكتب الرها وطرابلس. أعرض المماليك سيطرتهم على جزيرة قبرص، وبذلك نجحوا في تأمين مدينة الإسكندرية. وتفاوت العمر الزمني لطول بقاء مدة الإمارات الصليبية، أقل فترة كانت طبعا أول واحدة الرها اتخذت منهم على طول. تجمعت كل أسباب مجيء الحملات الصليبية إلى الشرق الإسلامي من خلال طبعا تأسيس مملكة بيت المقدس، سبب سياسي واجتماعي واقتصادي وكل حاجة. استرد المسلمون تاني إمارة صليبية بالشام، تاني إمارة اللي هي أنطاكيا على إيد الظاهر بيبرس. وقع العبء الأكبر في مواجهة الحملات الصليبية كانت على الدولة الأيوبية، والدولة الأكثر إسهاما في تحرير بلاد الشام من الخطر الصليبي هي دولة المماليك. ويبقى أنا كده يا صديقي خلصت معاك أسئلة الدرس الرابع والأخير في الوحدة. فاضل لك بقى ينزل لك فيديو في كل المقال مجمعينه في فيديو واحد، درس أول تاني تالت رابع وكمان أسئلة الوحدة. وأشوفك على ألف خير وسعادة. معكم اسمارين عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا.